نمر للسؤال الموالي، موضوعه تنظيم قطاع التعليم الخصوصي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من جماعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تفضل سيد. السادة الوزراء المحترمين، نسائلك السيد الوزير المحترم حول الإجراءات المتخذة لتنظيم قطاع التعليم الخصوصي. كلمة السيد الوزير. أنا بغيت هنا نذكر بأن قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أكد على بأن القطاع الخاص يعمل في إطار التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة. والآن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ما تعطيش إمكانية ديال الوزارة باش تدخل من أجل تحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة بالمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. ولكن احنا عندنا لجان ديال المراقبة الإدارية اللي هي تتأكد من خلال زيارات لهذه المؤسسات بأن أولا تيتم إخبار الأسر، تيتم أيضا هذه الواجبات تكون معروفة ويكون من الجميع، ويكون أيضا تمييز ما بين واجبات التمدرس ورسوم أو الخدمات الأخرى اللي متعلقاش بالتمدرس. وإحنا في نفس الوقت حنا تنشتغلوا على وضع واحد القانون أو نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي. الحقيقة تقدمنا في هذا القانون، كانت مسودة الأولى والآن حنا تنشتغل على مسودة ثانية باش ناخذوا بعين الاعتبار كل الاقتراحات اللي جات واللي غتساعدنا. اولا تكون مراجعات ايضا دفتر التحملات، وايضا غادي يتم وضع واحد النظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصيه، وهذا في الحقيقه غادي يساعد باش نحسنوا الجو ما بين والعلاقه ما بين المؤسسات والاسر في اطار الخدمات التي تقوم بها هذه المؤسسات. شكرا سيد الوزير. كلمة سيد مستر خليلنا، تفضل. سيد الوزير، نؤكد لكم أن التعليم العمومي ينبغي أن يكون أولوية من أولويات الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة، ولا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التعليم الخصوصي بديلا عنه، وإن كان خيارا لولوج إليه من طرف الكثير من المغاربة. إننا اليوم نود أن نلفت انتباهكم السيد الوزير أن الآلاف من العاملين والعاملات بالمؤسسات الخاصة تعيش تحت وطأة استغلال من طرف بعض أرباب هذه المؤسسات، حيث أنهم يشتغلون في ظروف صعبة كعدم احترام عدد ساعات العمل وأجور هزيلة، ناهيك عن عدم أداء الأجور المستحقة لشهري يوليوز وغشت بدعوى العطلة المدرسية، وكذا حرمان فئة عريضة من الأساتذة العاملين من التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك غياب التكوين المستمر والتكوين البيداغوجي. وتتجلى هذه الاختلالات في عدم تقيد مؤسسات التعليم الخصوصي بأحكام المادة 4 و8 من القانون 006 للتعليم المدرسي الخصوصي، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية، منح تراخيص بفتح مدارس في بنيات غير مؤهلة تنعدم فيها الشروط والمواصفات المطلوبة لمؤسسات تعليمية تربوية، ونؤكد على غياب ساحات للاستراحة والمرافق الرياضية والترخيص لعمارات من أجل مدارس خصوصية، فرض كتب تكميلية غير مرخصة تعتمد كمناهج تعليمية غير مراقبة من طرف الوزارة، الغياب الوظيفي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ناهيك عن عدم السماح ببعض المؤسسات لتأسيس هذه الجمعيات، علاوة على غياب المراقبة والتتبع من طرف الوزارة من أجل ضمان الحقوق الكاملة للأطر وكافة العاملين والأسر والتلاميذ على حد سواء. إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد على ضرورة سهر الوزارة على مراقبة هذه القطاع وضمان ما يلي: احترام حق الانتماء النقابي، وهنا أود أن أحطكم علما بأن الانتماء النقابي يعتبر جريمة في نظر بعض المؤسسات التعليمية الخاصة. تم فصل الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المؤسسة التي كان يشتغل بها، السهر على تطبيق مدونة الشغل
احترام الحد الأدنى للأجور مع اعتماد نظام أجور خاص يتلائم مهام التدريس، التصريح بالأجور وعدد ساحات العمل الحقيقية، التعويض عن العطل، اعتماد البطاقة المهنية، وأخيرا استفادة كل الأساتذة والأطر العاملين بالقطاع من خدمات مؤسسة محمد السادس بدون قيد أو شرط. وللإشارة السيد الوزير، فهذا القطاع الذي من المفروض أن يكون شريكا يستثمر فقط من أجل الربح، وخير دليل أنه يستثمر فقط في المدن الكبرى ويستثني استثماراته بالعالم القروي، لأن الشريك الحقيقي يجب أن يحل المشاكل إلى جانب الوزارة وإلى جانب الدولة. وهنا لماذا لا يطرح السؤال، لماذا هذا القطاع لا يستثمر في القرى وفي المناطق النائية؟ لماذا الاستثمار فقط بالمدن الكبرى؟ شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار. إضافة سيد الوزير، تفضلوا. أنا اللي بغيت نأكد هي بأن خريطة الطريق في الحقيقة هي تهتم بالتعليم العمومي وعطاته الأولوية. احنا ما تنعتبروش بأن القطاع الخصوصي يمكن يكون بديل. من طبيعة الحال القطاع الخصوصي راه تهتم بالربح لأن هي مؤسسة خصوصية، ولكن هذا ما تمنعش باش تطبيق القوانين، ما تمنعش باش يكون الحوار الاجتماعي موجود، وما تمنعش باش من طبيعة الحال تكون المراقبة التربوية. احنا لحد الآن يمكننا نقولوا بأن هذا القطاع تلعب واحد الدور، واخا هو تمثل واحد 14% ديال التلاميذ. انت شوفوا النتائج في البنيه ولا في عدد النتائج راه احسن من القطاع العمومي، ولهذا خصنا نعترفوا له بان كاين واحد المجهود، ولكن هذا ما تمنعش بان رغم بان كاين هذا المجهود خصنا مازال تكون المراقبه وتكون الحرص باش يحترم القوانين وباش يكون الحوار الاجتماعي وباش يلعب الدور ديالو الكامل. شكرا سيد الوزير.